عاملين ايه؟ يلا وجبة سريعة تنفع فطار وتنفع عشاء كمان. معانا طاسة على البوتاجاز هنحط فيها اي مادة دهنية تحبيها. معايا بطاطس ايا كانت الكمية، انا شخصيا عاملة 3 حبات من البطاطس، قشرتهم وقطعتهم كارو بالمنظر دوت كده وشطفتهم كويس، وهنزل بيهم على الطاسة، هديهم تحميرة كده اهوت. وجبة سريعة جدا وخفيفة قوي ومشبعة جدا جدا وكمان مش مكلفة، يعني ينفع تضربي اليوم بيها. يعني عايزه اقولك مش هتكلفك كتير. هغطي عليها تاخد تحميره، واكون مقطعه بصلايه كده كارو صغير برضو حسب الكميه. انا عامله البصلايه على اساس ان دول 3 حبات من البطاطس، تقدري تكتري تقدري تقللي براحتك. هديهم برضو تشويحه كده اهوت. الاول هنزل عليهم برشه فلفل اسمر ورشه بابريكا لو موجوده، مش موجوده البابريكا خلاص مش مشكله، ورشه كمون صغنونه كده اهوت، واديهم تقليبه. طيب البطاطس هتبقى لسه نيه، نعمل ايه؟ معايا ربع كوبايه ميه، ربع كوبايه ميه بس. طبعا لو مكتره الكميه هتكتري اكيد كميه الميه. هنزل بيهم واديهم برضو تقليبه. انا هنا ما حطيتش ملح خالص لحد دلوقتي، وهغطي عليهم لحد ما البطاطس بتاعتي تستوي 3/4 سوا. ريحتها خطيره، طعمها حلو جدا جدا ومشبعه قوي قوي، كمان مش مكلفه ومن الوجبات السريعه اللي كلنا بنحبها. هنغطي عليها علشان تستوي. الخضار بتاعنا معانا فلفل ايا كان بقى، الوان اخضر المتوفر عندك، معايا طماطم. هنقطع الفلفل برضو كارو صغير، اي فلفل عندك. لو مفيش الوان مش مشكله، اكتفي بالاخضر. هنقطع كله كده، يعني ايه، اي تقطيعه، مش هنقطع تقطيعه معينه. انا شخصيا قطعته بالمنظر دوت كده. هنجيب قرن فلفل سبايسي ندلع بيه الاكله، لو مش حباه تقدري تشيليه، بس بيدي طعم حلو قوي قوي للوصفه. معايا برضو 3 حبات من الطماطم انا مقشراهم، لو القشر مش بيضايقه، يعني مش بيضايق حد في البيت تقدري تسيبيهم بقشرهم عادي خالص، لكن انا في البيت مش بيحبوا قشر الطماطم. هقطعهم برضو كارو صغير. كل حاجه كده يعني ايه، تقطيع عشوائي، حابه تقطعي بالطول قطعي التقطيعه اللي انت طبعا ايه حباها. هنزل بيهم على البطاطس بعد ما استوت 3/4 سوا. هنزل بالطماطم وهنزل بالفلفل الالوان والاخضر البارد والحامي، واديهم تقليبه وخلاص. هو كده البطاطس يعني دخلت في السوا خلاص، يعني تقريبا استوت. اديهم بصوا البطاطس انا بهرس بطاطسايه، عايزه اقول لك يعني استوت وبقت حلوه جدا. ندي الكلام ده كله كده تقليبه حلوه، ويا دوبك بس نغطي عليها 2-3 مش اكتر. ندي رشه ملح، نظبط بقى ملحنا، حابه تحطي شطه تاني حطي. نسيبهم بس 5 دقايق كده اهوت، بحيث الطماطم تنزل الميه اللي فيها مش قوي، يعني بالمنظر دوت كده. وننزل بقى ببيض. اهم حاجه اكسري البيضه بره الطبق، لان البيض اليومين دول بيبقى فيه بيض بايظ. حطي بقى كميه البيض اللي تحبيها على عدد افراد اسرتك. فطار حلو جدا جدا، وجبه عشاء خفيفه ومشبعه ومغذيه وجميله جدا جدا جدا. بألف هنا وشفا. يا رب فيديو النهارده يكون عجبكم، ولايك وشير. متنسوش تشتركوا في قناتي على اليوتيوب بيت العيله واكلات نرمين. ايه رايكم بقى؟ بجد حلو جدا. حابه تطلعي البيض نص سوا ماشي، حابه تطلعي سوا كامل، طبعا ده في ايدك انتي. متنسوش طبعا اللايك والشير.